إيه هي نقط ضعف السنغال؟ الإجابة: ابحث عن الأطراف والكور الثابتة. وهنبتدي بالمشاكل اللي ظهرت قدام الكونغو. بالرغم من وجود 6 لعيبة من السنغال في الموقف ده قريبين من حامل الكورة، إلا إن مفيش ضغط ولا رقابة لصيقة. وكمان ظهرت مساحة كان المفروض يقفلها ساديو ماني، والوينج العكسي للكونجو الكورة بتروح له في ظهر الباك على الطرف وبيلعبها للي جاي من ورا. وشوف ساديو وهو راجع متأخر، ودي حالة تانية. على الطرف برضه السنغال مرحلة و5 لعيبة قريبين من الكورة، بس بص الناحية التانية 2 على 2 ومساحة فاضية على الطرف. فالكورة فعلا بتتلعب للباك الشمال للكونجو اللي جاي لوحده بسبب ضعف الارتداد الدفاعي لوينجات السنغال. نضيع على اليمين ومانيه على الشمال. وبعد التفويتة أظن واضح إن دي حاجة متفق عليها، لأن الناس كلها شايفة المشكلة دي في دفاع السنغال. شوف هنا والباك الشمال طالع يقابل ازاي اللي جاي من نص الملعب للكونغو واصل لخط الدفاع بدون رقابة تماما، ومحدش من لعيبة السنغال القريبة من الكرة فكر ينزل يغطي ولا في ترحيل دفاعي. وبالتالي اتكشفت المساحة اللي في ظهر الباك. وحتى بعد ما اللعيب بتاع الكونغو عمل الباص، ارتداد لعيبة السنغال ضعيف ومحدش ركز معاه، كله باصص على الكورة بس. وبص على كوليبالي وهو مراقب مهاجم الكونغو، وشوف لما حصل زيادة هجومية الباك اليمين دلوقتي مش عارف يغطي المساحة اللي قدامه ولا اللي جاي في ظهره ولا اللي جاي من نص الملعب، وبتنتهي الكورة بهدف لمصلحة الكونغو. نروح لماتش السودان. الفكرة واضحة، هنلعب على الأطراف في ظهر الباك الشمال، وهنعمل كمان زيادة عددية عليه. ونتيجة التحميل على الجبهة الشمال للسنغال، شوف العشوائية، 4 لعيبة من السنغال في مساحة قد إيه، ولعيب السودان فاضي تماما على الجنب الشمال، وعنده كمان وقت ومساحة يستلم ويشوط ويسجل، لأن كله بيحلق ومفيش ضغط حقيقي عليه. خط دفاع السنغال هو أسوأ خطوطه. شوف مدافع السنغال وهو بيلعبها لمهاجم السودان بدل إدريسا جاي، والسودان جاهز للتحول الهجومي زي ما قلت لك ب2 لعيبة على الباك الشمال كالعادة. وشوف إدريسا جاي وهو بيشاور للدفاع على الراجل اللي في ظهر الباك الشمال، ولكن برضه الترحيل متأخر وكان ممكن تبقى هدف. ودي كمان كورة، وشوف المساحة في ظهر الباك الشمال المندفع هجوميا، وبالتالي التحول الهجومي دايما في ظهره في المساحة. وعايزك تشوف الباك اليمين والشمال للسنغال في الكورة دي ازاي ان ارتدادهم الدفاعي بطيء ودايما في مساحات في ظهرهم، وده بيحط قلوب الدفاع بتاعة السنغال في موقف 2 على 3. وتخيل ان ده منتخب مصر بصلاح وإمام ومرموش، هتبقى غالبا فرصة هدف إن شاء الله. 3 لعيبة من السودان مندفعين ومفيش رقابة أساسا، وكان ممكن تبقى هدف للسودان. نروح لمباراة مالي. بيتكرر تاني غلط من قلب الدفاع، بس المرة دي ده كوليبالي مصمم يعمل التمريرة في العمق في قلب الملعب مع إن خط التمرير مقفول تماما، والنتيجة مرتدة شبه انفراد. وتخيل إن المنطلق اللي معاه الكورة ده مرموش مثلا، وإن اللي جاي من اليمين ده صلاح اللي أكيد ما كانش هيقف، عكس لعيب مالي اللي جاي من تحت وقرر يقف، وبالتالي ساب المهاجم اللي معاه الكورة لوحده وضاعت الفرصة على مالي. وبرغم ارتداد السنغال في الكورة دي وقفلها لعمق الملعب، برضه في مساحات على الأطراف واضحة. ومش بس كده، ده الكورة القطرية بتتلعب ولعيب مالي بيستلم وياخد وقته على الكورة ويقدر يباصي في العمق جوه ال 18 بدون أي مشكلة، لأن تاني مفيش ضغط حقيقي للعيبة السنغال خصوصا على الأطراف. وده هينقلنا على مشكلة دفاع السنغال في الكور الثابتة. شوف المساحات اللي بتظهر في قلب الدفاع، لأن سهل التلاعب بخط دفاع السنغال في الكور الثابتة. ولعيب مالي هنا كان واقف بدون رقابة، ولعيبة السنغال واقفة موجودة بس هي بتتفرج. ودي كرة ثابتة تانية علشان نأكد الفكرة. ادي المساحات في خط الدفاع، ده كمان في مساحة فيهم لعيب مالي واقف فيها فاضي، وده برغم النقص العددي لمنتخب مالي نتيجة الطرد. وبص الموقف اتحول بقى 3 لعيبة فاضيين من مالي ومحدش معاهم أصلا. الحالات اللي أنا جبتها لك دي السنغال بتلاعب مالي والسودان والكونغو اللي هم نظريا أكيد أضعف من منتخب مصر. السنغال ما واجهتش فريق هجومه في الجودة اللي موجودة في هجوم منتخب مصر، وبالتالي أعتقد إن شاء الله عندنا فرصة كبيرة في التسجيل في منتخب السنغال.